بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم معايا في قناة وصفة في المطبخ. يلا بينا النهاردة ان شاء الله معانا طبق حبيب الملايين. وعايزة اقول لكم حتى الناس اللي بتيجي من خارج مصر، سواء العرب او الاجانب، اول حاجة بتتبادر الى ذهنهم في الاكلات المصرية هو طبق الكشري، ويعتبر بيتربع على قائمة الأكلات المصرية. وتقولي مصر يقولك طبق الكشري على طول. فاحنا النهاردة هنعمل مع بعض طبق الكشري بكل تكاته المحببة اللي بتخلينا نجري وراه. يلا بينا نسمي بالله وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبتدي في المكونات بتاعتنا. وقبل ما نبتدي في المكونات، وزي ما بنقول كل مرة، يلا بينا نعمل لايك ونضغط على زر الاشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، اي فيديو جديد انزله. وكمان تعليق مميز وكويس مشجع يعني. معانا طبعا البصل الاول بعمله رفيع جدا، ويعني زي الشيبس كده بيبقى رقيق جدا. وبحط عليه معلقة نشا. معلقة النشا دي هي سر البصلة المقرمشة بتاعة الكشري، لان معلقة النشا بتتسبب ان تكون البصلة بتاعتي ناشفة، ما تبقاش طرية. يعني تمسك البصلة كده تلاقيها اتكسرت في ايدك. حطيت طبعا زيت في الطاسة، وهبتدي احمر البصل بتاعي. ودي كانت اول خطوة عشان بعد ما تحمر البصلة، شايفين الزيت ده انا هاخده وهعمل بيه باقي الحاجة بتاعتي. هعمل طبعا بيه الرز، وهعمل بيه الصلصة، وهعمل بيه اي حاجة محتاجة زيت هعملها بالزيت. بس اول حاجة انا بحمر البصلة بتاعتي لحد ما تاخد اللون البني، هخرجها وهاخد الزيت بتاعها. في الوقت ده يا جماعة انا بقلب كده في البصلة. في الوقت ده بحضر تومة طبعا. يعني ههرسها زي ما بيقولوا، عشان بعد ما اطلع البصل احطها في الزيت. حطيت المكرونة بتاعتي معايا حلة فيها مية، وحطيت فيها ملح، حطيت فيها مكرونة، نوعين من المكرونة المقصوصة والمكرونة اللي هي الأخيرة اللي انتوا شفتوها دي اللي هي الاسباجيتي. هسيبهم كده يعني 4 أو 5 دقايق على النار عشان يستلقوا في المية، وبعد كده هبقى أطلعهم. البصلة احمرت معايا وخرجتها. ودلوقتي نعمل الرز بتاعنا. بصفيه طبعا وباخده بايدي عشان لو في اي مية تبتدي تنزل ما تنزلش مع الرز، وتعمل مية وتبتدي تاخد معايا وقت على بال ما تنشف. الرز معايا كده انا بقلب فيه. اثناء ما انا بقلب الرز حطيت حمرت التومة، ولما خدت معايا اللون الذهبي حطيت فيها القوطة عشان تتسبك. زي ما انتوا شايفين كده دي الصلصة بتاعة المكرونة بتاعة الكشري. هسيبها كده تتسبك معايا شوية، وارجع تاني للرز عشان اشربه المية بتاعته. اقلب كده واشرب الرز بتاعي المية. وزي ما قلنا قبل كده كتير ان الرز لما تيجي تشربيه، المية اللي هتحطيها يدوب تغطي الرز، ما تكونش عالية عليه جامد، يعني يدوب كده الرز يتغطى. وبعد كده تنزلي على النار، تروحي مغطية النار جدا جدا خالص، يعني تخليها زي الشمع كده، وتغطي على الرز وتسيبيه لحد ما يستوي. شوية كده مثلا 10 دقايق ولا حاجة، وبص عليه لقيتي استوى خلاص اطفي عليه. ما لقيتهوش استوى، شوفي لسه هيشرب لسه، او عايز بق مية، او عايز اي حاجة يعني تشقر عليه زي ما بيقولوا. زي ما انتوا شايفين كده ده الرز مستنياه يغلي كده عشان اوطي النار عليه. كده كل المكونات بتاعتي استوت، المكرونة والرز والصلصة. مخبيش عليكم، انا كان عندي حمص مستوي، وكان عندي العدس مستوي برضو من الاول.
فانا حطيت اول حاجة حطيت الرز وقلبته بشوية عدس. قلبت الرز بتاعي الاول في شوية عدس وحطيته، وبعد كده رحت حاطة المكرونة فوقيه، وبعد كده حطيت البصل، وحطيت الصلصة كده بترشرشها كده، والحمص زي ما انتوا شايفين. وده الطبق بتاعنا بتاع النهاردة، ان شاء الله يعجبكم وينال قبول منكم. آه، طبعا زي ما قلنا ده طبق محبب جدا لكل المصريين. وزي ما قلنا برضو ان اي حد بيجي من بره اول حاجة بتتبادر الى ذهنه في نوعيات الاكل المصرية بيكون طبق الكشري. يعني المصريين مرتبطين بطبق الكشري، وفعلا هو طبق جميل جدا. وكمان بالنسبة لنا هيبقى مش مكلف. كل المكونات اللي فيه ممكن تكون موجودة عندك في البيت. آه، بالإضافة للقيمة الغذائية اللي فيه، قيمة عالية جدا جدا، لاختلاف طبعا المكونات اللي فيه. زي ما احنا عارفين كلنا، وكل واحد يعرف الصغير قبل الكبير، ان مكونات الكشري الرز والمكرونة والعدس، الصلصة، البصل، الحمص، الثوم، الخل، كل الحاجات دي بتبقى من مكونات الكشري، مما يعني يخلي طبق الكشري ليه ريحة جميلة جدا، وليه طعم جميل ومحبب ومطلوب من كل الناس. ولحد هنا حبايبي احنا وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو بتاعنا. قبل ما نطلع من الفيديو فضلا وليس أمرا، اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان أي فيديو أعمله يوصلكم. ان شاء الله هيوصلكم بيه اشعار ان انا ان في ان او ان القناة يعني نزلت فيديو. ففضلا وليس امرا، حطوا لي اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعليق، دعم منكم للقناة طبعا. وان شاء الله القناة في تقدم للافضل باذن الله، بيكم ومعاكم ان شاء الله هتكون افضل وافضل وافضل. بتمنى لكم كل خير، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء الفيديو اللي جاي إن شاء الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.